السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو معاكم نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله معاكم النهارده هنعمل لكم الحواوشي الاسكندراني باللحمة وبالسجق. هنا معانا نص كيلو لحمة، ومعانا نص كيلو سجق بلدي، ومعايا هنا فلفل، ومعايا طماطم متقطعة رفيع، ومعايا بصل. معايا هنا دهن متقطع رفيع خالص للي حابب، اللي مش حابب ما يحطوش، بس هو الصراحه بيدي طعم حلو قوي للحواوشي. ومعايا هنا التوابل، معايا ملح، معايا بهارات، ومعايا فلفل، ومعايا توابل حواوشي، ومعايا توم بودره وبصل بودره. للعجينه بقى هنا معايا كيلو دقيق منخول، ومعايا هنا كيس خميره، معايا معلقه سكر كبيره، ومعايا نص معلقه ملح، ومعايا زيت، ومعايا ميه دافيه للعجن. احضر حاجتي وارجع لكم تاني. وهنا هنبدأ معاكم بالعجينة. هنا طبعا انا قلت لكم ان معايا هنا خميرة، ومعايا سكر، ومعايا ملح. هنزل كده بالخميرة والملح، هقلب طبعا كده، واحط طبعا حبة زيت، ربع كوباية زيت، وهبتدي اعجن معاكم العجينة بالشكل ده كده. طبعا معايا مية دافية، هعجنها وارجع لكم تاني. وهنا انا عجنت العجينة كلها زي ما انتم شايفين كده، ولا طرية ولا ناشفة كده، وغطيت وشها بالزيت، وهسيبها تخمر. هسيبها تخمر، وهقطع معاكم السجق بالشكل ده كده. هقطعه بقى وارجع اوريكم انا عملت فيه ايه. وهنا كده هيكون السجق اتقطعته معاكم بالطريقه دي كده. هنا معايا طبق كبير، هنزل بيه بالفلفل والطماطم والبصل بالشكل ده كده، وهنزل بالدقيق. طبعا اللي مش حابب ما يحطهوش. ومعايا هنا هنزل بالتوابل كلها، هقلبها كويس كده كله ببعضه. بالشكل ده كده. واحط بقى نص الكميه دي على السجق، ونصها على اللحمه بالشكل ده كده، وهدعكهم في بعض. هدعكهم كلهم وارجع اوريهم لكم تاني. ورجعت لكم تاني هنا. وهنا كده هكون حطيت الطماطم والفلفل والبصل والتوابل كلهم كده على بعض. وهنا دعكت هنا اللحمه المفرومه بكل التوابل، وهنا برضو السجق زي ما انتم شايفين كده. العجينه بقى تخمر ونرجع نوريكم العجينه هنعمل فيها ايه. ورجعت لكم هنا تاني كده، وده كده منظر العجينه لما خمرت بالطريقه دي. عليت كده، انا سبتها حوالي نص ساعه. هفضي معاكم كده الهواء اللي فيها زي ما انتم شايفين كده، وهرجع امسكها كده، ياخد منها حته حته كده على قد الرغيف اللي انا هعمله، وهفضل الم فيها كده كده بالطريقه دي كده. هفضل ادور فيها كده بالشكل ده كده. وهنا عندي صينيه مدهونه زيت، هنزل فيها. هعمل معاكم واحده تاني بالشكل ده كده. الرغيف بقى اللي انتوا تحبوه، المقاس اللي انتوا تحبوه كده بالشكل ده كده. وهفضل ادور فيها كده بالشكل ده كده. هخلص الكميه بقى كده وارجع اوريهم لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت كده العجين وسبته يرتاح حوالي ربع ساعه. همسك العجينه كده افردها بايدي كده زي ما انتم شايفين كده، وهفرد التانية برضو كده. طبعا انا حاطه على الزيت، على الرخامه زيت كده. وهعمل معاكم الاول السجق بالطريقه دي كده، وهفرده كويس بالشكل ده كده.
وهمسك التانية اشيلها احطها على هنا كده، واوصل كله ببعضه بالشكل ده كده، وافرد كده. وبعد كده هتنيه كده، احط صباعي كده وادوس كده، وامسك كده اهو، وادوس كده كده، عشان كله يمسك في بعضه بالشكل ده كده، عشان ما يفتحش. بالطريقه دي كده. ومعايا صاج مدهون زيت، هحطه في الصاج وارجع اوريهولكوا برضه هنعمل فيه ايه. وكده هعمل معاكم واحد تاني باللحمه، هفرد برضه كده بالشكل ده كده، والتانية برضه كده. طول ما العجينه مريحه هتفرد معاكي بسهوله بالشكل ده كده. هنحط بقى اللحمه، كميه اللحمه بالشكل ده كده، كده. ارجع برضو اشيل دي كده بالراحه واحطها على الطرف ده كده بالشكل ده، واعمل برضو نفس الطريقه كده بالشكل ده كده. هخلص بقى كل الكميه وارجع اوريها لكم كلها في الصاج. ورجعت لكم تاني، وهنا كان عملت الصاج، حطيت الزيت في الصاج وحطيت عليه الحواوشي، وهخرمه كده كام خرم كده بالشوكه بالطريقه دي كده. وهنا انا معايا بضايه وعليها ملح وفلفل، وهدهن الوش كده بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. وهنحط عليه طبعا سمسم، لو عايزه تحط حبه البركه بالشكل ده كده. وادخله على الفرن على درجه حراره 200، وهوريهولكم وانا بدخله الفرن. وهنا كده سخنا الفرن، وهنا هنحطه على الرف اللي في النص بالشكل ده كده، وهنسيبه يستوي وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني، وهنا كده معانا الحواوشي خرجناه من الفرن. هنا ده كده حواوشي السجق، وهنا حواوشي اللحمه. وهقطع معاكم واحد كده واوريهولكم. معانا بالشكل ده كده، وبألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.